جاهزين تعرفوا أكتر عن نجم الكيبوب اللي قلب العالم كله دق معاه؟ جون كوك، الراجل اللي مش بس صوته ساحر لكن كمان مليان حكايات وحقائق ممكن تدهشك. في الفيديو هنتكلم عن مواهبه وهواياته الغريبة، حاجات مش متوقعة عن حياته. رقم 1، خدمته العسكرية. دخل الجيش الكوري يوم 12 ديسمبر 2023 وقرر يسيب المايك ويمسك في المعلقة. اشتغل طباخ في وحدة مدفعية، يعني بدل ما يطبق على الأغاني بقى بيطبق على البطاطس. خلال خدمته وصل لرتبة رقيب، يعني رسميا بقى اللي ياكل من طبخه يقول حاضر ونعم. ومن كتر ما اشتاق لجمهوره كان بيطلع علينا من وقت للتاني على منصة يطمنهم ويقول لهم انه وحشهم. وساعات كتير كان بيورينا صور لكلبه بام اللي بقى اشهر منه. اما بقى الفانز او الارمي فمستنين يوم 11 يونيو 2025 كأنه يوم العيد، لان هو ده اليوم اللي هيتسرح فيه ويرجع للغنى بدل الاكل. يوم 21 يونيو 2025 كل أعضاء البي تي اس هيجتمعوا تاني، وساعتها محدش هيسكتهم. رقم 2، جون كوك اللي بنسميه بالمكني الذهبي في البي تي اس، ما اكتفاش بس انه يغني يرقص، ده كمان قرر يسيب بصمته في امريكا. في سنة 2025 فاز بجائزتين من جوائز البي ام اي بوب اووردز عن اغنيتين 3D و Standing Next to You، اللي كانوا من اكتر الاغاني اللي اتذاعت في امريكا على الراديو والتلفزيون ومنصات البث. والمفاجأة ان ده كان الفوز الثالث على التوالي، يعني في 2023 فاز بأغنية Left and Right مع تشارلي بوث، وفي 2024 فاز بأغنية 7. يعني حتى هو في الجيش لسه بيكسر الدنيا. الناس كلها بتعمل عضلات في الجيش وهو بيلم جوائز. رقم 3، إصابة كتفه. اللي دايما بيحب يبهرنا بشكله وصوته ورقصه قرر يزود التحدي وقالك ليه ما بقاش أضخم مغني، وبدأ يحول الجيم لبيته التاني حرفيا. كل يوم تمرين بروتين ودمبلز كأنها لعبة تسالي. بس يا فرحة ما تمت، الراجل اتعور كتفه، اتصاب بسبب تمرين تقيل شوية، غالبا رفع دمبل كان وزنه قد تلاجة صغيرة. الإصابة كانت في الكتف وخلته يخف شوية من التمارين القاسية، بس ما وقفش خالص. جون كوك برضو مش بيستسلم بسهولة. على الرغم من الألم كان بيشارك جمهوره بيقولهم قد ايه هو بيحب رفع الأثقال، وإن الجيم مش بس للعضلات، ده كمان يريح الدماغ. يعني لما تحس إنك مضغوط بدل ما تسمع موسيقى هادية روح شيل حديد. رقم 4، مواهبه. ابننا مش بس بيغني وبيشيل حديد، ده طلع عنده مواهب فنية تانية. يعني ممكن تلاقيه في أي لحظة بدل ما ماسك المايك يمسك الفرشة. أول مواهبه هي الخط الكوري. خطه حكاية، الناس شافت خطه في كذا مرة، وعلى قد ما هو بسيط على قد ما فيه لمسة فنية ناعمة كده، تحس إنه واخد كورس خط كوري في السر. سواء بيكتب رسائل للمعجبين أو بيكتب اسم الفرقة، خطه دايما مرتب وأنيق، لدرجة إنه بعض الأرمي حاولوا يقلدوه يعملوا منه فونت معين. تاني حاجة، رسم الأنمي. ابننا من عشاق الأنمي، وده انعكس على رسوماته، بيحب يرسم شخصيات الأنمي بطريقته بأسلوب قريب من مانجا اليابان. ورغم إنه مدرسش أي رسم أكاديمي إلا إن عنده حس فني عالي وخطوطه ثابتة، يعني ممكن فجأة نلاقيه رسام مانجا جنب الفن والتمثيل ورفع الأثقال. رقم 5، الوشوم والتاتوز اللي رسمهم ليها معاني وحكايات كتير. أولهم وشم الأرمي زائد رموز الحروف. جون كوك كتب كلمة أرمي على صوابعه، بس ما اكتفاش بالقدر ده أو بالكلمة دي، لأ، ده الحروف حوالين الكلمة بتمثل أول حروف من أسماء باقي أعضاء الفرقة. 2، الوشم اللي على شكل تاج فوق كلمة أرمي، الناس قالت عشان يعبر عن الفندم وهو الملك. رقم 3، الوشم الكبير اللي على دراعه وهو فيه عين مفتوحة، رمز للحماية والوعي. رقم 6، رميه بالقوس. ابننا مفيش حاجة ما بيعرفش يعملها وما بيضيعش وقت، يعني لو ما بيغنيش أو بيتمرن أو بيرسم هتلاقيه بيرمي بالقوس. جون كوك من زمان معروف إنه بيحب رياضة الرماية بالقوس والسهم، وظهر ده أكتر من مرة في بطولات الأيدولز اللي بيشارك فيها نجوم الكيبوب. لما رمى سهم وجاب ضربة مباشرة في المنتصف، طلع الموقف ده ميم على الإنترنت وكان ترند وقتها. والطريف والمضحك في الموضوع ان ستايله في الرماية كان جدي جدا، وده خلاه ترند وقتها وخلى ناس كتيرة جدا تبدأ تتعلم الرماية بس علشان تقلده. رقم 7، حبه للكلاب.
معروف جدا إنه من عشاق الكلاب، خصوصا كلبه المشهور بام اللي دايما بيشارك صور وفيديوهات ليه على السوشيال ميديا. بام مش بس كلب، ده كأنه عضو في العيلة ورفيق دربه، وحتى لما كان في الجيش كان بيفكر فيه وبيشارك الجمهور تفاصيل عنه. جون كوك بيتعامل مع الكلاب بحنية كبيرة، وكتير من الأرمي لاحظوا ده في مواقفه وأحاديثه وكلامه، حتى إنه بيقول إن وجود الكلب بيخليه يحس بالراحة والسعادة وسط ضغط الشهرة والمسؤوليات. ومن كتر حب لكلبه عمل له حساب رسمي على الانستجرام واصل لأكتر من 4 مليون متابع دلوقتي. رقم 8، مواصفات فتاة أحلامه. ابننا ما بيهمهوش الشكل وبس، ولكن كمان بيحب القلب الطيب والشخصية الحلوة. أول حاجة لازم تكون ذكية وعندها دم خفيف، تقدر تهزر وتمزح، مش جدية طول الوقت. بيحب اللي بيكون عندها شغف بحاجات بتعملها، يعني مش لازم تكون مشهورة، لا بس لازم يكون عندها هدف في حياتها. كمان قال إنه بيحب الست اللي بتكون قوية ومستقلة، مش محتاجة حد يمشي وراها. رقم 9، موهبته في الطبخ. هنا نسكت قليلا لأن اللي عدى ده كوم، وموهبته في الطبخ ده كوم تاني خالص. بيطبخ جون كوك كأنه شيف محترف، لا ده أكتر واحد بيحاول، وممكن تلاقيه ساعات بيحرق الحاجة من كتر الحماس. وكمان بيحب يعمل أكلات كورية تقليدية، بس مرات بيعملها بطريقة خاصة جدا، يعني بدل ما يغسل الرز أحيانا بينسى يشطفه. في النهاية مهما كانت النتيجة هو بيطبخ بحب وحماس، وده اللي بيخلي أكلته طعمها حلو حتى لو مش محترف. رقم 10، ثروته الضخمة. جون كوك من أعضاء البي تي اس اللي نجحوا جدا وحققوا ثروة ضخمة مع الفرقة، بس تحديد ثروته الشخصية مش دايما معلن بدقة. بس بشكل عام مع مبيعات الألبومات والجولات العالمية والإعلانات والمشاريع الفردية وأرباح اللي بتيجي من حقوق الملكية على الأغاني، جون كوك وغيره من الأعضاء بيعتبروا من أغنى نجوم الكي بوب. في تقديرات غير رسمية قدرت ثروته بحوالي 35 مليون دولار أمريكي، وده خلاه تاني أغنى عضو في فرقة البي تي اس بعد العضو في. ازاي جمع ثروته؟ من الأنشطة اللي كانت مع فرقة البي تي اس، وهو لأنه هو يعتبر جزء أساسي منها، من المشاريع الفردية والأغاني بتاعته اللي بتدخل قائمة البيلي بورد.